اليوم وصفتنا من أذكى وصفات المطبخ الهندي. هاي الوصفة حرفيا أنا بعشقها. اليوم رح نعمل باتر تشيكن. تابعوني لنشوف المقادير والطريقة سوا، بس في البداية بتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبلش. في البداية صدور الدجاج رح أقطعها لمكعبات، وبعد هيك رح أضيف لها ملح، بابريكا، شوية مسالة، وشوية من الفلفل الأحمر. طبعا كمية الفلفل الأحمر بتضيفوه على حسب قدرة تحملكم على الحار، لأنه المطبخ الهندي معروف بأنه أكلاته حارة، بس إحنا يعني ممكن نعمله أو نعدل على حسب قدرة تحمل جسمنا. راح أضيف له كمان معلقتين من الزبادي، وراح أضيف كمان 2 سن توم مهروس مع زنجبيل مهروس، وراح أقلبهم. بعدين راح أغطيهم وراح أحطهم بالثلاجة لمدة ساعتين لحتى الدجاج يكسب النكهة يلي إحنا حطيناها عليه. راح أحط شوية زيت نباتي مع زبدة، وراح أنزل عليه الدجاج لما يكون الزيت ساخن، وراح أخلي الدجاج يتحمر معانا على الوجهين، وبعد هيك راح أشيله وأحطه على جنب. بنفس المقلاية اللي عملنا فيها الدجاج هلا راح نعمل الصوص تبع البتر تشيكن. راح نجيب زبدة نقلبها على الغاز لحتى تسخن شوي بدون ما تنحرق. راح أضيف بعد هيك بصل إلها مفروم، وراح أقلبه لحتى يدبل. راح أضيف كمان 2 سن توم مهروس مع زنجبيل مهروس، وراح أقلبهم مع بعض. بعد هيك راح أضيف من الكاجو للصوص، وراح أقلبه معاهم. طبعا الكاجو من الأساسيات بهاي الوصفة موجود فيها. وبعد هيك راح أضيف بندورة مفرومة للوصفة ونقلبها. عدد حبات البندورة يلي أنا استخدمتهم 4 حبات، بالإضافة حطيت شوية من قرن الفلفل الأخضر. طبعا زي ما أنتوا شفتوا كنت حاطة أنا بستخدم شوية صغيرة، ممكن تستخدموا أنتوا أكتر على حسب قدرة تحملكم على الحار، لأنه زي ما قلت المطبخ الهندي هو معروف بأنه مطبخ من يعني من المطابخ الحارة، وبستخدموا فيها الأشياء الحارة جدا، بس أنا ممكن بعملها أو بعدل على حسب ما بقدر أتحمل. راح نضيف كمان معلقتين من معجون الطماطم، بالإضافة للبهارات اللي هم حيكونوا ملح، بهار مسالة، شوية فلفل أحمر، ومعلقة من السكر. وراح أضيف كمان معلقة من الخل، وراح أحط على الخليط كمان 3/4 كوب من المي. راح أقلبهم لحتى يتسبكوا معانا كتير منيح. بعد هيك بتصير جاهزة معانا، بدنا ناخدها للخلاط، وبعد ما نضربهم بالخلاط راح نرجعهم على المقلاي مرة تانية. بس قبل ما نرجعهم لازم نصفي كامل الكمية معانا قبل ما نرجعها، وهذا سر من أسرار البتر تشيكن ونجاحه، لأن الصلصة تبعته لازم تكون سلسة وناعمة. بعد هيك راح نرجعهم على النار، وبعدين راح أرجع أضيف الدجاج يلي كنا حاطينه على جنب، راح نضيفه على الصلصة وراح نقلبه معاها شوي. وهون راح أضيف كوب من الكريمة للتتبيلة معنا، وراح أقلبها. طبعا ممكن أضيف مكعب من الزبدة، لكن أنا ما حبيت أضيف، لأنه في البداية إحنا قلبنا الدجاج مع الزبدة وقلبت الصلصة كمان مع الزبدة، فما حبيت إني أزيد من كمية الدهن. بس أنتوا بإمكانكم تضيفوا مكعب من الزبدة، وبس يتسبك هيك بصير معانا جاهز، وراح نسكبه. وبعد هيك راح أزينه بخطوط من الكريمة، وراح أزينه كمان بشوية كزبرة. طبعا بتر تشيكن بالعادة ما بتزين بالبقدونس، بتزين بالكزبرة. هذا الطبق بيتقدم مع الرز البسمتي الأبيض، بس أنا بحب إني ألون الرز، بحسه بيعطي للطبق طاقة وحيوية. هالطبق مش معقول شو زاكي، يعني حرفيا من أذكى الأطباق الموجودة في المطبخ الهندي. أنا بدي أسكب لكم منه لحتى أورجيكم اللذاذة والجمال يلي موجودين في الطبق. وطبعا بتمنى إنكم تجربوا الوصفة لتعرفوا أنا عن شو عم بحكي بالضبط. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني في البداية من صالح دعائكم. بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. شكرا لكم ولحسن متابعتكم.